اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه بطريقه سهله جدا وبسيطه، ومكوناتها موجوده في البيت. الغريبه السهل الممتنع هتطلع معاكي مظبوطه، مش هتفرش خالص. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايه من السمنه تكون طالعه من التلاجة، نص كوبايه سكر بودره، وكيس فانيليا، وذره ملح. دي المكونات بتاعه الوصفه النهارده. يبقى الغريبة 2:1، يعني كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. نزلت بالسكر مع السمنة وكيس الفانيليا في البولة. هبتدي بقى اخفقهم بالمضرب الكهرباء لحد ما يديني قوام كريمي، او تفضلي تقلبي فيهم بايدك لحد ما يديكي القوام دوت. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة السمنة تكون طالعة من التلاجة، السمنة تكون ساقعة. بعد كده هجيب بقى عندي الدقيق، نزلت بأول كوباية مع ذرة الملح. هبتدي أقلب المكونات كده، أنا مش هعجن فيها خالص عشان ما تنشفش معايا. بعد كده هنزل بالكوباية التانية زي ما انت شايفة بالشكل ده. هبتدي بقى ألم العجينة في ايدي زي ما انت شايفة، طريقتها سهلة خالص. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو أول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بعد ما جمعتها بالشكل ده هغطيها واجيب عندي بقى الحشو. انا عندي زبيب وعندي مكسرات، اي حشوه انت تحبيها او ممكن تسيبيها ساده زي ما تحبي. هبتدي بقى اعملها كور صغيره قد في حجم الزيتونه زي ما انت شايفه بالشكل ده، لان هي لسه حجمها هيزيد معايا اثناء التسويه في الفرن. كل ما تخليها صغيره كل ما هيبقى شكلها حلو قوي وحجمها هيبقى مظبوط زي ما انت شايفه بالشكل ده. انا هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه، الفرن يكون سخن قبلها. هدخلها الفرن بالظبط، هتاخد في حدود 10 دقايق. اول ما هتستوي هتطلع معايا وتبقى بالشكل دوت. هسيبها بس تبرد، ما تجيش جنبها خالص لحد ما تبرد عشان ما تتفتفتش معايا. وده شكلها بعد ما رصيتها عندي في طبق التقديم. مش عايزه اقولك على الريحه والطعم، بجد خطيره، ناعمه ودايبه خالص، مظبوطه جدا. زي ما انا قلتلك يعني اهم حاجه في الغريبه انك تكون السمنه طالعه من التلاجة، لازم السمنه تكون ساقعه. زي ما انت شايفه شكلها حلو قوي وطعمها بجد تحفه. ما تنسيش اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، والف هنا وشفا. سلام عليكم.